السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ عملت النهارده طريقة جديدة للكفتة بطريقة روعة وتحفة وطعمها خيال، بطبقة جميلة هتعجبكم ان شاء الله، وطريقة جديدة كمان هتعتمدوها على طول من جمالها ومن حلاوتها، وهتعجب اولادكم ان شاء الله. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، لايك وشير لو عجبك الفيديو. اول حاجة معايا بقى كبة، وهنزل بثلاث بصلات متوسطين قطعتهم الى مكعبات ونزلت بيهم كده، او بصلتين كبار متقطعين، ومعايا حزمة من الكزبرة على الكرفس على البقدونس، وهبدأ انزل بيها برضو، اقطعها وانزل بيها كده بالشكل ده. هنزل بقى بالبهارات بتاعتي، فلفل اسود معلقة صغيرة، وبهارات لحمة معلقة صغيرة، وملح معلقة صغيرة. هفرم بقى الكلام ده كله مع بعضه كده فرم ناعم خالص. اول حاجة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، فرم ناعم خالص اهو. بعد كده هنزل بقى باللحمة بتاعتي، معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، هنزل بيه كده، وهبدأ افرمهم برضو مع بعض لحد ما يتسمغوا مع بعض كده ويختلطوا ببعض تماما بالشكل ده. هبدأ احطه بقى في صينية او في اي طبق، وهجيب بقى معايا نص كيلو من الرز. نص كيلو اللحمة يا جماعة له نص كيلو من الرز، غسلته حلو ونضفته ونقعته حوالي عن 10 دقايق. بعد كده هضيفه بقى على الكفتة بتاعتي، وهعجنهم مع بعض كده تماما يختلطوا ببعض بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. خلطت الرز مع اللحمة كده وعجنتهم حلو، واهم حاجة تعجنيهم وتلفيهم حلو. هضيف معلقة بقى كبيرة ممسوحة من البيكنج صودا، وهعجنهم مع بعض حلو برضو، والفها حلو عشان تختلط باللحمة بالكفتة كلها كده، علشان ما تكشش معانا بالشكل ده. بقت جاهزة معايا الكفتة، وهبدأ أصبعها إلى أصابع. جبت شوية من الزيت علشان يسهلوا معايا بقى التصبيع كده، هعملها إلى أصابع بالشكل ده. عملت كل الكمية كده بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. كده خلاص خلصت الأصابع. بقى هبدأ بقى أجيب حلة، وهجيب بصلتين أقطعهم إلى شرايح بالشكل ده، وأحطهم في قاع الحلة بالطريقة دي. وهجيب الكفتة بتاعتي أبدأ أرصها بقى على البصل، طبقة البصل كده. هرص كل الكفتة بتاعتي بنفس الطريقة كده لحد ما أخلص كل الكمية. جبت بقى معايا مرقة، مرقة دجاج. لو عندك أي نوع شوربة حطيها. أنا كان حطيت بقى مرقة دجاج على مية مغلية، وحطيت معلقة من الصلصة ودوبتهم مع بعض كده تماما، علشان أزود بيها الكفتة بتاعتي وأسويها. حطيت معلقة من الصلصة كبيرة كده ونزلت بيها وهدوبهم تماما، وهبدأ أزود الكفتة بتاعتي بقى علشان أسويها. يا دوبك بس أغطي بس الصابع كده بالطريقة دي. حطيتها بقى، رفعتها على النار وهغطيها واسيبها لحد ما تستوي تماما. ههدي عليها البوتاجاز واسيبها لما تستوي خالص. استوت معايا وبقت شكلها جميل ازاي، ومفرفرة وحلوة، ولا معجنة ولا لازقة ببعضها ولا أي حاجة، بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بطلعها بالشوكة الزي بتطلع على طول. هبدأ بقى أرصها في صينية أو في طبق. أفضي يعني كل الكفتة بتاعتي كده بنفس الطريقة كده.
علشان بقى ايه ابدأ اعمل الطبقة بتاعتها عشان نحمرها مع بعض. طلعتها كلها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. كده جاهزة معانا الكفتة. هجيب معايا بقى 3 بيضات نزلت بيهم، رشة من الفلفل الاسود، ورشة من الملح صغيرة برضو. هخفقهم مع بعض بقى تماما. بعد كده هضيف حوالي عن ربع كوباية من الحليب او 3 معالق كده، ومعايا 3 معالق من الدقيق هنزل بيهم. هخفق كل الكلام ده بقى مع بعضه لحد ما يبقى معايا يتحول الى سائل كده، ويبقى حلو. الطبقة دي هتبقى حلوة قوي مع الكفتة، هتخليها لنا طعمها جميل قوي. كده جاهزة معايا الطبقة بتاعتنا او الخليط. هبدأ بقى اجيبه الكفتة جاهزة ومعايا بقى زيت على النار. هبدأ انزل بالكفتة بتاعتي في الطبقة دي، وهجيب الصفاية كده ابدأ انزل بها، يعني تصفي اي زوايد كده من الكفتة وانا بحطها في الزيت بالشكل ده. حطيت برضو نفس الطريقة. استخدمت الشوكة بس ما عدتش بستخدم الصفاية، لقيتها سهلة يعني وحلوة الشوكة. طلعت بالشوكة احسن كده وخلاص. بدأت انزل في الزيت، الزيت يكون ساخن يا جماعة بالطريقة دي بالشكل ده. عملت كل الكمية كده بنفس الطريقة، وهبدأ احمر بقى واقلب بقى من الوقت للتاني لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل. بدأت اطلع بقى على مناديل ورق اللون الذهبي الجميل التحفة ده. طعمها رائع رائع، لازم تجربوها يا جماعة، والله طعمها يعجبكم ان شاء الله. حطيت الدور التاني، حمرته برضو بنفس الطريقة كده، وقلبته برضو كده لحد ما خد اللون الذهبي الجميل ده، وطلعته برضو وقدمته بقى بألف هنا وشفا ليا وليكو بالجمال والحلويات دي. ما شاء الله يا جماعة، والله تحفة تحفة، طعمها خطير. هتعجبكم ان شاء الله وهتعجب اولادكم، وهتعتمديها على طول من جمالها، وتغيري كمان على طول في طريقة الكفتة. ما شاء الله يا جماعة، تحفة تحفة، هتعجبك ان شاء الله. جربيها واكتبي لي في الكومنتات ايه رأيك في الجمال والحلويات دي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لايك وشير لو عجبك